مشاكل الانف بتنحصر في 3 حاجات. يا اما تجميليه بحته نتيجه ان في كبر في حجم الانف، فالشكل مضايق الشخص ده او المراه، فجايه تعمل عمليه تجميل انف. او ممكن تكون مشاكل وظيفيه نتيجه انحراف او في الحاجز الانفي، او نتيجه حادثه قديمه او خبطه قديمه ادت ان في مشاكل اثرت على الوظيفه، فده برضو يعتبر من عمليات التجميل. او عمليه اصلاح. عمليات الاصلاح دي مهمه برضو زي في علاج تشوهات الاطفال. انت عارف حضرتك الشفه الارنبيه بيصاحبها تشوه كبير في الانف، فدي من الحالات برضو اللي بيحتاج فيها عمليات اصلاح للانف. لما نيجي برضو نشوف العمليه نفسها زي ما بقول عمليه المليمترات، عمليه مش سهله طبعا. الحديث دلوقتي ان احنا خلاص ما عدناش حتى بنلجا للاوبن راينوبلاستي القديم. كل الشغلانه دلوقتي الحمد لله كلوزد راينوبلاستي من الداخل. حتى ما فيش الجرح اللي هو بيبقى الصغير خالص اللي بيبقى في الانف من بره كده، او الجروح اللي بتبقى لتصغير الارنبه من بره. خلاص كله بقى من داخل الانف، بحيث ان ما حدش يعرف ان الشخص ده عمل عمليه تجميل انف. وده اهم حاجه. اهم نقطه ان ما تبقاش الانف تبان كأن حد عمل عمليه، والا ده يبقى يعتبر يعني بصراحه عيب وليس تجميل. لو حد عرف ان حد عامل عمليه تجميل، يعني لازم تبقى شكلها ناتشورال وطبيعي جدا.